شهدت المنصات الرقمية خلال الساعات الماضية حالة واسعة من الجدل عقب انتشار مقطع فيديو تضمن مشاهد غير مألوفة أثارت غضباً عارماً في الشارع المغربي. هذا الأمر دفع السلطات الأمنية إلى التدخل السريع للحسم في هذه القضية. ما هي كواليس هذا التوقيف؟ وما المصير القانوني الذي ينتظر المعني بالأمر؟ في عملية أمنية اتسمت بالدقة والتنسيق العالي، أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مرتيل مدعومة بمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صانع المحتوى الرقمي المعروف بلقب بنسنس. وجاءت هذه الخطوة تنفيذاً لمذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن المصالح الأمنية بمدينة تمارة بناءً على شكاوى رسمية حركتها فعاليات مدنية وحقوقية. السبب وراء هذا التحرك الأمني يعود إلى بث المعني بالأمر لفيديو تجاوزت مدته 40 دقيقة ظهر فيه وهو يقوم بتصرفات اعتبرت مسيئة للرفق بالحيوان ومستفزة للرأي العام عبر استعراض حيوان أليف بطريقة غير لائقة، زاعماً أنه بديل لأضحية العيد كنوع من التهكم على غلاء الأسعار. هذا المحتوى اعتبرته المنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية والجمعيات الحقوقية خروجاً صارخاً عن القيم وإساءة واضحة للمقدسات الدينية والذوق العام، مما دفعها للمطالبة بمتابعته قضائياً. هذا ومباشرة بعد ضبطه في شمال المملكة تم نقل الموقوف وتسليمه مباشرة إلى أمن مدينة تمارة لكونها الجهة المختصة ترابياً بمتابعة هذه النازلة. ويخضع صانع المحتوى حالياً لإجراءات البحث التمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الخلفيات الحقيقية وراء نشر هذا المحتوى الصادم وتكييف التهم القانونية المتعلقة بالمساس بالسكينة العامة والتحريض على سلوكيات مرفوضة مجتمعياً بهدف حصد التفاعل والمشاهدات. وقد طرحت هذه الواقعة مجدداً تساؤلات كبرى حول حدود صناعة المحتوى والمسؤولية القانونية والأخلاقية في العالم الرقمي. اكتبوا لنا آراءكم حول هذه التصرفات في خانة التعليقات. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.